اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندات وبس. خطوبه جديده ولا تمثيل للترند؟ حب ولا خناقه لايف؟ كروان مشاكل ونورهان جعانه دلوقتي يظهروا مع بعض وبعدين كل واحد يطلع يهاجم التاني وفي الاخر خناقه على الهوا. ايه اللي حصل بالظبط وخلى السوشيال ميديا تولع خلال الساعات اللي فاتت؟ خليك معانا لنهايه الفيديو علشان تعرف كل التفاصيل. كنت ناس العندلي بيفكرها من كان زمان بيبوس ايديا. في البدايه كروان مشاكل فاجئ جمهوره بظهوره مع التيك توكر نورهان جعانه دلوقتي خلال افتتاح معرضه الجديد، وكان واضح ان في حاله انسجام واحتفال، والاتنين كانوا بيغنوا وبيهزروا مع بعض وتصوروا صور وهم قاعدين جنب بعض، ونورهان كانت رافعه ايديها كانها لابسه الشبكه، والناس بدات تربط الاحداث ببعض وتسال هل دي مجرد صداقه ولا دي بدايه قصه حب جديده ولا فعلا الاتنين اتخطبوا. وبعدها بساعات كروان طلع في فيديو على تيك توك واتكلم على نورهان بشكل مباشر وهاجمها، وكلامه فتح باب جدل كبير على السوشيال ميديا. يا جماعة مع احترامي لكل الناس، في واحدة طلعت اتصورت معايا ففرتت ايديها، فاللي هي انا ما اعرفهاش، ما خدتش ايدي ان في ايديها تحب، انا ولا خطبت ولا عملت. يا جماعة ابعدوا عني بعد اذنكم، سيبوا الواحد في حاله. يعني انت عملت اللقطة، طب بتعمليها على قفايا ليه؟ ما انت لو اتصورتي معايا برضو من غير تحب هتجيبي اعلى من كده برضو، فاهماني؟ ونورهان بعدها ما سكتتش وطلعت في فيديو ترد على كروان، وردها كان واضح وصريح، ووضحت انها اتضايقت من كلامه وحست انه في تقليل منها بشكل كبير. مبدئيا كده السلام عليكم يا اخواتي، انا عمري ولا طلعت غلطت في حد، ولا عمري جبت سيره حد، ولا عمري طلعت اتصيدت على حس حد والكلام ده. عامه انا كروان ما اعرفوش اصلا، ولا خطيبته ولا اعرفه، ولا انا مستحيل ابقى خطيبته عامه. غير كده انتوا طبعا عارفين عني ان انا طول عمري بحب اطلع اهزر مش اكتر، والصور انا كنت متصوره معاه عادي، لكن انا ولا جيت خدت لقطه عليك ولا مش عليك، عشان انت اصلا انسان مش محترم عشان انت تطلع تقول كده. عامه ما تاخدش ملف نفسك اكبر من حجمك. عامه برضو انا يا جدعان الصور انا اتصورتها عادي، والفيديو برضو اللي انا نزلته بقول يما يابا عادي برضو، انت اللي كنت قايل لي اعمليه، هو كان هينزله عنده بس انا خدته نزلته عندي بس، فانت ما تطلعش تقول خدت لقطه ومش لقطه، وانا اصلا مش هرد عليك. والفيديو بتاعها ولع الكومنتات وزود الشكوك اكتر، هل كان في فعلا علاقه حقيقيه ما بينهم وبعديها اتخانقوا، ولا كانوا الاتنين متفقين ان هما يعملوا ترند؟ وهنا بقى القنبله، كروان ونورهان طلعوا لايف مع بعض وقدام الناس كلها، والنقاش اتحول ما بينهم لخناقه كلام واتهامات ومقاطعه في الكلام، وكل واحد كان بيحاول يثبت انه صح. ثواني يا كريم معلش يا نورهان يا حبيبتي. بص بقى يا كروان بقى، بص يا كروان، بص يا عشان ما تعصبش عليكم. لا عيب عليك، بس اهدي بس اهدي. انت خدتي الصوره معايا لحظه يا كريم بعد اذنك. بص انت بقى جيت بص اسمع عشان انا مش بضحك على الناس اللي عندي، انا بعملهم منهم اخواتي بقى، مش فانز وترند والشغل ده. بص احنا كنا صور بهزار عامه، وانت داخل على الصوره ومعلقه لي، تيجي انت بقى بعد الشغل. ايوه ماشي معلقه لك الكلام ده ما بيجيش انا ما شفتش تاني الصوره بتاعتك. بريتش ده ايزي ولا ايه؟ ثواني يا كريم معلش، انت معلقه لي، انت معلقه لي على الصوره، ما تكدبش. علقت لك انا بلف الصوره امبارح لقيت في شبكه. هو انا خطبتك؟ انا خطبتك؟ لا انت خطيب مين يا اسطى؟ انت ما تجننيش، انت خطيب مين؟ الخطيب انا مش مخطوبه. ايوه طب انت ليه عملت فيا الفيلم الحنتي ده؟ ما تكدبش انا ما قلتش. حصل خير يا سموره. على الصدوه والسلام. حصل خير. لا انا بص يا كريم، انا ما قلتش ان هو خطيبي، انا اصلا طلعت قلت اصلا انا عارفاه سطحيا، انا ما قلتش ان هو خطيبي. سطحيا يعني هي المشكله فين؟ الصحفيين اللي كاتبين خطيب القرآن الجديده، انا مالي لما وانا اعرف الصحفيين. باين يا نورهان والله انك مش باين حصل خير قدر الله ما شاء الله. يا اسطى وانا يا اسطى انا خطيبتك منين يا اسطى؟ انت هتلبسني نسيبها. حصل خير انت اللي عملت النسيبه والفيلم. بس بقول لك انت اللي عملت في ابويا كده. حصل خير انت اللي يا عملت نورهان. كل ده.
لا مش انا يا حبيبي. يا اسطى حصل والله خير يا اسطى. العظيم انت بصي وخلاص يا نحلها ودي، لا ما ندخلش الراجل ده فيه. حصل خير يا نورهان يا حصل خير. جماعه انا الاستاذه. لكن بقى بص ما تطلعش بقى تغلط بقى في فيديوهات عشان انا ما بحبش اغلط. لا لا مش مش غلط. وانا غلطت فيك انا جبت سيرتك. انا شفت فيديو دلوقتي ليك وانت بتقول ايه ده سفيان؟ انا شفت ليك فيديو دلوقتي وانت بتقول البت دي يعني البت دي رسمي نوران على فكره. عامله ايه؟ ينفع اطلع اقول عليك وات؟ شكرا ليك. كلتي ايه النهارده؟ ما انت بنت، ايه المشكله؟ كلتي ايه النهارده؟ ايوه ما تقول. ماشي وانا برضه عندي فلوس عليك بطلع اقول عايز. الكود ده تحفه، كان شكله قمر عليكي ما شاء الله النهارده. طب يا كريم يا كريم ايه يا كروان؟ يلا بعت اسك يا كريم كده، يا كريم بعت اسك. واللايف ده خلى الصورة بقت أوضح، بس في نفس الوقت زود الغموض، لأن مفيش حد فيهم أكد إن هو اللي غلطان، وكان كل واحد منهم بيدافع عن نفسه بس. وبعد كل اللي شفناه من ظهور لبعض تصريحات فردية لحد خناقة لايف على الهوا، السؤال لسه مطروح: هل كروان مشاكل ونورهان جعانة فعلا كانوا مرتبطين، ولا القصة كلها اتاخدت أكبر من حجمها؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا دايما مع كل جديد مع قناتكم ترندات وبس. سلام.